السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بروكسي في بي ان. التطبيق ده مساحته 61 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت تقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر ان انت تفتح المواقع المحظورة في البلد اللي انت فيها، تقدر تستمتع بألعاب اونلاين والألعاب المحظورة في البلد بتاعتك، تقدر ان انت تفتح او تدخل على اي شبكة انترنت سواء الشبكة دي عامة او خاصة، والمسؤول عن الشبكة ما يقدرش يتعرف على الاي بي ادريس بتاعك. الكلام ده علشان الفي بي ان ده بيكون او بيخليك كأنك فاتح من دولة تانية غير الدولة اللي انت فيها. ده بيخليك بعد كده ان هو محدش يقدر يحدد موقعك عن طريق الجي بي اس، ويخليك تقدر تفتح المواقع المحظورة في البلد اللي انت فيها، سواء المواقع الإخبارية والاقتصادية والتثقيفية والرياضية. ويقدر يخليك كمان ان انت تحمل كل الألعاب والتطبيقات اللي هي محظورة في البلد اللي انت فيها، وكمان تقدر تحمل التطبيقات اللي بتكون خاصة بدول معينة، زي تطبيقات خاصة بدول أوروبا، تطبيقات خاصة بدول أمريكا، تطبيقات خاصة بدول آسيا. تقدر انت تحملها وتقدر تستفيد بالمميزات بتاعتها. ده علشان الفي بي ان ده زي ما قلنا بيخليك كأنك فاتح من مكان تاني غير المكان الحقيقي اللي انت فيه. يعني ممكن تكون في مصر ويخليك كأنك فاتح في امريكا، ممكن تكون في امريكا ويخليك كأنك فاتح من استراليا، ممكن في استراليا كأنك فاتح في اوروبا، وهكذا. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية وما فيهوش لغة عربية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى فيه حاجه مختلفه سواء ميزه او عيب يكتبها في التعليقات بتاع الفيديو كمساعده منه، مساهمه لاي حد تاني يخش على التطبيق ويحاول ان هو يحمله، يعرف ان التطبيق بقى ايجابي افضل او بقى سلبي اكتر. الكلام ده بنقوله بالنسبة للناس اللي هي بتشاهد الفيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة. ده علشان في بعض الناس بتخش على الفيديوهات اللي موجودة بقالها فترة طويلة، وبعد ما تحمل التطبيق تقول لك انت احنا لقينا فيها حاجات ايجابية او حاجات سلبية، انت ليه ما قلتش على كل الحاجات اللي موجودة في التطبيق؟ ده علشان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجودة. اما لو انت شاهدت الفيديو وحملته بعد يوم، يومين، اسبوع، شهر من نزول الفيديو، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها هي اللي موجودة، الايجابية والسلبية اللي موجودة في التطبيق بالظبط. الكلام ده برضو بنقوله علشان ان هو يساعد الناس اللي بتخش على القناة او بتشوف فيديوهات موجودة على القناة من زمان. اما لو انت شفت بقى الفيديو ولقيته موجود من زمان وخايف ان انت تحمله، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على اكونت اسمه راجع برامج، وتقول لي اشرح لي التطبيق ده وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.